وللمزيد معنا من استديوهاتنا في برلين الزميل الصحفي عبد الرحمن عمار. أهلا بك عبد الرحمن. وزير، نبدأ من السؤال الذي طرحه التقرير: هل بدأت ألمانيا في تبني سياسات هجرة وأمن أقرب إلى النمط الأمريكي بالفعل؟ هي قريبة إلى النمط الأمريكي فيما يخص الرغبة في تقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، لكن بعيدة عنه، لأن النمط الأمريكي يشتغل بعد سن قانون الطوارئ الحربي، وأيضا السلطات الأمريكية تصل حتى إلى أماكن العمل للقبض على المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم، وأيضا عمليات تفتيش ومداهمات واسعة. ألمانيا لم تصل بعد إلى هذا الحد، لكن هي تريد إظهار الحزم الذي وعدت به الناخبين، وهنا نتحدث عن التحالف المسيحي الذي وعدت به الناخبين خلال الحملة الانتخابية، ولسحب البساط من تحت أرجل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المتطرف. نعم عبد الرحمن، وزير الداخلية الألماني بعد طرحه مشروع القرارات الجديدة قال: نأمل أن نحصل على دعم شركائنا في الحكومة وهو الحزب الاشتراكي لتمرير هذه القرارات. ما دلالات ذلك عبد الرحمن؟ نعم، أرى الاشتراكيون يرفضون عمليات التفتيش الدائمة. منذ 2015 هناك عمليات تفتيش، لكن تكون مؤقتة يتم تمديدها كل 6 أشهر، والاشتراكيون يتمسكون بمبدأ الحصول على اللجوء وتقديمه في البلد والالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي، ويرون بأن هكذا إجراء يتعارض مع القوانين الأوروبية. لكن ساد هناك صمت هنا في برلين، على عكس بروكسل. الاشتراكيون بعثوا من هناك على لسان نائبة رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، وهي سياسية ألمانية، أرسلوا رسائل تندد بهذا القرار وتقول بأنه تسبب في تكدس الحافلات، وأيضا الذين يعملون في ألمانيا ويسكنون في دول الجوار، وهو أيضا سينفر الكثير من اليد العاملة الكفء من ألمانيا. وبالتالي فإن التحالف المسيحي يعرف أن عدم دعم حليفه الاشتراكي في الحكومة الحالية وأيضا رؤساء وزراء الولايات الاشتراكيين قد يفشلوا خطط وزير الداخلية المحسوب على اليمين أو التحالف المسيحي. نعم. من جهة أخرى، هل ستقبل الدول الأوروبية بخطوات ألمانيا بشأن الهجرة فيما يخص تشديد الرقابة على الحدود والترحيل مثلا؟ هناك مواطن نمساوي رفع دعوى قضائية ضد ألمانيا وفتش على الحدود وكسبها، واعتبرت حكومة في ميونخ عمليات التفتيش هذه غير قانونية، لأنه يمكن تبريرها إذا كان هناك خطر يبرر أن تكون هذه عمليات التفتيش. الانتقادات جاءت من دول الجوار، من بولندا، من النمسا، حتى من الفرنسيين. لكن التصدي للمهاجرين غير النظاميين على الحدود يعني عودتهم إلى حيث أتوا، ولن يبقوا في دول الجوار الألماني المباشر، بل سيعودون إلى دول كإسبانيا كاليونان وإيطاليا كذلك، والتي تشهد تكدسا كبيرا. وبالتالي نعود إلى النقاش القديم، مبدأ المحاصصة، لأن هذه الدول سترفض أن تكون حارسة دول شمال أوروبا. نعم عبد الرحمن، وزير الداخلية الألماني طرح توسيع صلاحيات السلطات الأمنية أيضا. ما تفاصيل ذلك وما ردود الفعل على هذا المقترح، ولو باختصار لو سمحت؟ وزير الداخلية يعرف أن إنجاح كل مخطط لن يتم إلا بتقوية القدرات الأمنية، وهنا القدرات الاستخباراتية، الوصول إلى البيانات فيما يخص الاتصالات وتخزينها، وأن تكون هناك أيضا قدرة على هامش الحركة لرجال الشرطة. لكن التحدي هنا كما قاله رئيس نقابة الشرطة اليوم بأنهم يشتغلون ل 12 ساعة في الدوام وعمليات تفتيش ومهام كبيرة. العدد الحالي لرجال الشرطة قليل مقارنة بالمهام الكبرى التي وضعها وزير الداخلية الألماني نصب أعينه. الزميل الصحفي عبد الرحمن عمار، كنت معنا من استديوهاتنا في برلين. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات.